هذه هي لاغوسات اللي راح تنفعكم في هاد الايامات تاع السخانه مع الحيره تاع طياب. وعلى بالي باللي كامل كرهتوا لي غوسات تاع اللحم وراكم تحوسوا على دي غوسات يكونوا خفاف ظراف ويكونوا بزاف بنان. تبعوا معايا للاخر باش تعرفوا واش درت. حكمت لهنا البطاطا قطعتها الى مكعبات، درت لها الملح وشويه تاع الزيت وطيبتها في القلايه الهوائيه. تقدروا نتوما تقلوها في المقلاة عادي، ديروا لها الملح وقلوها عادي. حكمت لهنا زوج حبات تاع الفلفل، غسلتهم نشفتهم وحطيتهم يتشواو على النار. من جهه واحده اخرى في مقلاة حطيت كميه تاع الزيت، حبه طماطم اللي تكون كبيره وحمراء ربيتها، ربيت عليها 3 سنينات تاع الثوم، درت تانيك طماطم مصبره، ملح، فلفل الكحل، كمون وشويه تاع اعشاب عطريه. هذا ما كان واش حطيت في التوابل. ودرت تانيك شويه عكري راح للمقطع هذاك وحطيتهم يتقلاو على نار قليله. بعد ما تقلاو لي مليح مرقتهم بحوالي كاس ما يكون سخون ونخلي هذيك لاصوص تغلي مليح. من بعد ما طيب لي البطاطا هذيك قلت لكم انا طيبتها في القلايه الهوائيه، تقدروا ديروها في الكوشه كما تقدروا تقلوها في الزيت عادي. نضيفها هنايا في المقله ديالي، قشرت الفلفل هذاك اللي كنت شويته، قطعته هكا شرائح بالطول، حطيته فوق البطاطا هذيك، خليتهم يغليو شويه في هذيك لاصوص واحد 10 دقائق هكاك. ومن بعد حكمت لهنا زوج حبات تاع البيض، ضربتهم مليح، فرغتهم فوق البطاطا والفلفل هذاك مع كميه تاع الفرماج غابي، خليتهم حتى طاب البيض هذاك وداب الفرماج. زينت البلا تاعي بالمعدنوس وقدمته، صدقوني جاب بزاف بنين.